تعالى لما أقولك إزاي تعرف لو أنت مريض سكر. الأشخاص المصابين بداء السكري بيظهر عليهم مجموعة من الأعراض المميزة، واللي احنا بنحب نسميها في الطب الكلاسيك سيمبتومز اوف الدايابيتس ميليتس، يعني الأعراض الكلاسيكية والمميزة لمرضى السكر. والأعراض دي احنا ممكن نجمعها في 5 بي. أول بي معانا هي البوليوريا، ودي معناها دخول الحمام بشكل متكرر. والتانية معانا هي البوليديبسيا، ودي معناها العطش بشكل متكرر. التالتة معانا هي البوليفيجيا، ودي معناها الإحساس بالجوع بشكل مستمر. الرابعة معانا هي البيريورايتس، ودي الإحساس بالحكة أو الأكلان في الجلد. والخامسة معانا والأخيرة، ودي كلمة أسبانية اسمها بيردير دي بيسو، ومعناها بالإنجليزي ويت لوس، يعني فقدان الوزن. والشخص مريض السكر هنا بيبدأ إن هو يفقد الوزن لأن خلايا الجسم مش قادرة تستخدم الجلوكوز، فبتبدأ إن هي تلجأ للحل البديل وهو حرق الدهون لإنتاج الطاقة. وبس كده، أنا دكتور مصطفى فرحانة، والمحتوى ده بيقول إنه هادف. سلام.